اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. طبعا دي جملة المسحرات الجميلة اللي بينادي علينا بيها في رمضان كل ليلة. طب هي ايه اصل قصة المسحراتي؟ اهو ده اللي هقوله النهاردة مع كل حبايبي واخواتي. ظهرت مهنة المسحراتي في عصر الفاطميين، لما كان السلطان الحاكم بأمر الله بيؤمر الناس ان هما بعد التراويح يبقوا نايمين، وزي ما كان بيقول لهم يناموا ويطفوا النور، فقال لك انا برضو اللي هصحيهم على السحور. شكله كان سلطان ديكتاتور، فكان بيخلي الجنود تعدي على كل البيوت ومعاهم طبلة ودف، بيصحي بيهم كل النايمين وملهمش صوت. في عام 832 هجريا يعتبر الوالي عتبة ابن إسحاق أول والي امتهن مهنة المسحرات. كان بيمشي على رجله من الفسطاط لجامع عمرو بن العاص ويصحي الناس يوماتي وينادي عليهم ويقول تصحروا فإن في السحور بركة. ما شاء الله عليه، واضح إنه كان راجل بيحب الحركة. وفي عصر المماليك ظهر شيخ المسحراتية وكان اسمه ابن نقطة، وده بقى كان راجل لقطة، وكان هو المسحراتي الخاص للسلطان الناصر محمد. وكانت الطبلة اللي بيطبلوا عليها المسحراتية اسمها بازة، وكانوا بيقولوا أشعار شعبية وزجر، كانت حاجة كده آخر لذاذة. ولسه لحد النهاردة المسحراتي موجود، بس مش زي زمان، وبقى وجوده محدود، لأن الناس تقريبا دلوقتي ما بقتش تنام، وحتى لو ناموا فمنبه الموبايل بيقوم بالواجب التمام. سؤال الحلقة، طبلة المسحراتي اسمها ايه؟ لو شاطر تجاوب. ودي كانت حكاية النهاردة، استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان وحكاية